رقم مرعب بس حقيقي. 2 مليار فنجان قهوة بيتشربوا يوميا على مستوى العالم، والسبب كلنا عارفينه إن القهوة بتساعدنا إننا نفوق ونركز. بس السؤال الفضولي، إزاي يعني هذا الفنجان البسيط من القهوة بيعمل إيه جوه الجسم بحيث إنه يخليك مركز وفايق مودك يبقى حلو؟ بص يا سيدي، لو دخلنا جوه مخ حضرتك هنلاقي مادة اسمها الأدينوزين. المادة دي كل ما بتزيد تبعت إشارة للمخ بإنك تعبان ونعسان وعاوز تنام. هنا بقى الكافيين اللي في القهوة بيدخل على الخط. الكافيين شكله قريب جدا من الأدينوزين، فبيروح يرتبط بنفس المستقبلات بتاعة الأدينوزين. فالأدينوزين يحاول يشتغل ما يقدرش، إنه بيلاقي الكافيين واخد مكانه وبيزاحمه، فبالتالي إشارة التعب اللي كان بيبعتها الأدينوزين للمخ مش بتوصل. فالمخ يفتكر إنك مش تعبان وإنك مش عاوز تنام، فتحس بالتركيز والطاقة لفترة أطول. بس لازم تعرف إن الجرعة المسموح بيها للشخص الطبيعي البالغ هي 3 فناجين في اليوم. لو فهمت قول لي في التعليقات إنك فهمت.